يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم فيديو جميل قوي وسهل وحلو جدا. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، او لسه اول مره تشوفيني ما تنسوش تشتركي في القناه عشان يوصلك مننا كل جديد. النهارده هنعمل اندومي بس بطريقه حلوه وجميله وبسيطه جدا. معانا كيس مكرونه سباكيتي وحطينا الميه على النار عشان تغلي، وهننزل بالمكرونه دلوقتي عشان نسلقها. حطينا معلقه ملح. تمام. دلوقتي بقى انا بقسم المكرونه، هي اساسا الكيلو المكرونه اهو. هكسر المكرونه هقسمها عشان اولادي يعرفوا ياكلوها، وكمان يبقى سهل عليهم وهم يجي ياكلوها كده. تمام. بس يا ريت بقى ما تنسوش تعملوا لايك وتكتبوا كومنت حلو تقولوا لي انتم متابعيني فين، ويا رب الفيديو يعجبكم. دلوقتي احنا سيبنا المكرونه بقى تستوي وما نغطيهاش عشان ما تفرش على البوتاجاز. انا بديت احط الكيس كله، قلت لا لازم انا احط الكيس كله عشان الاكل هتبقى جميله وحلوه. دلوقتي انا حطيت الغطا، المفروض ان انا ما احطش الغطا كده، اسيبه يوارب شويه عشان ما يفرش على البوتاجاز والكلام ده. ايوه. دلوقتي هي خلاص اهي بدأت انا عايزاها اسويها 50%، مش عايزاها اسويها قوي، مجرد اطلع منها النشا. تمام. دلوقتي بقى انا هاخدها واصفيها في مصفى على الحوض. تعالوا يلا معايا عشان نصفيها. على فكرة صحية وجميلة وحلوة، وبتعرف ان اولادك بياكلوا ايه. دلوقتي انا جبت مصفى حطيتها في الحوض اهيت، وهصفي المكرونة شايفين، بس مش هنزل عليها مية، اسيبها كده. وبعدين هاخد ميه نظيفه واحطها على البوتاجاز، اسيبها بقى تاخد غلوه وانزل بيها المكرونه. تعالوا بقى نحط الستاند ونبدا نشوف بقى المكرونه بتاعتنا. خلاص الميه سخنت اهي، وهنبدا ننزل بالمكرونه. شايفين المكرونه سويتها في نسبه 50% اهو، ما حطيتش عليها ميه ولا اي حاجه. بس وانا بسلق المكرونه كنت حاطه لها شويه زيت عشان ما تلزقش وكده. تمام. دلوقتي انا نزلتها بالمعلقه بتاعتها واقلبها وابدا اعمل الطشه. الطشه عباره عن ايه؟ تعالوا نشوف. تعالوا نشوف. دلوقتي معانا مرتين مرق دجاج، شطه، معلقه توم باودر، معلقه بابريكا، معلقه شطه، معلقه فلفل اسمر، معلقه ملح. وهنبدا ننزل بالمكونات ديت. دلوقتي الزيت، حطينا الزيت في الطاسه، وهنبدا ننزل بالمكعبين مرق دجاج خضروات اهو. شايفين؟ هنبدا بقى نهرس المرق دجاج. لو عندك مرق دجاج فورية تمام قوي، حلوة قوي. هنبدأ ننزل بالمكونات كلها، وحطيت حطيت معلقة قرفة. انا بحب القرفة جدا، بتدي طعم حلو ويعني جميلة، واولادك هيحبوها. لو مش اولادك بيحبوها بلاش تحطيه. دلوقتي قلبنا خلاص في الطشة. تعالوا بقى نطش الطشة بتاعتنا. شايفين الجمال والحلاوة؟ ريحة المطبخ جميل وحلو جدا، واولادك هيطلبوها منك كتير. بس ما تعملش الغلطة غلطتي، ما تكتريش القرفة. انا كترت القرفة بس مش مهم. دلوقتي اتعلمنا وقلنا بلاش نحط قرفة كتير وكده. انا بحبها جدا في الاكل الصراحة، بتدي طعم كده وبتعلي التست روعة. شايفين اندومي ولا مش اندومي؟ شايفين الجمال والحلاوة؟ انتي عاملة حاجة في البيت وحاجة مضمونة. يعني اولادك، انا الصراحة بقرف من الاندومي، بيحس ان طعمه مش حلو. شايفين بقى؟ عملنا بقى الاندومي الكوري. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ طعمه خطير وحلو. كلفنا كام كيس مكرونة؟ ب10 جنيه. يا بلاش، حاجة حلوة ومفيدة ونضيفة، وانت عارفة اولادك بياكلوا ايه. دلوقتي حطينا ملح، او احنا كنا حاطين مكعبين مرق دجاج وفلفل اسمر وشطة وبابريكا وايه تاني يا رب، قرفة. القرفة هي اللي عاملة اللون ده. بس خطيرة، طعمها خطير خطير خطير، عسل. طشيناها ونسيبها بقى تاخد لها غلوتين حلوين، وبعدين
نبدأ بقى ايه نغرف. تعالوا بقى شوفوا الجمال والحلاوة، ايه رأيكم؟ الله الله. لو عايزة بقى تعصري عليها ليمونة، عايزة بقى الماء بتاعتها سكر، عسل عسل عسل. متنسوش تعملوا لايك واشتراك، وتستنوني في الفيديو اللي جاي. مع السلامة، هتوحشوني.